بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. توكلنا على الله. أولى ثانوي انتجريتد ساينس، علوم متكاملة، ومرحلة جديدة وأمل جديد، وإن شاء الله بإذن الله تبقى سنة سعيدة كده يا رب عليكم جميعا. الدنيا هتبقى سهلة إن شاء الله بإذن الله. بداية العلوم المتكاملة زي ما احنا عارفين من السنة اللي فاتت، وأكيد انتوا كنتوا متابعين القصة ديت بشكل قليل لأنكم طبعا كنتوا في إعدادية، لكن أحب أقول لكم بقى إني اتلغى من سنة أولى الفيزياء، الأحياء، الكيمياء طبعا، تمام، واتحطت كده بتوليفة معينة في العلوم المتكاملة. كانت السنة اللي فاتت أول سنة نزلت. السنة دي اتعمل على المنهج تعديل شوية، بقى أكثر تنظيما وبقى أفضل شوية. يمكن يعني بقى صعب سيكة صغيرة عن السنة اللي فاتت، بس والله انتوا لما تيجوا تقارنوا الثلاث مواد بالكتب بتاعتها مع كتاب العلوم المتكاملة هتلاقوا الموضوع سهل جدا. أغلبه إحنا درسينه في الإعدادية، حاجات درسنا في الإعدادية مع شوية يعني تطوير كده فيها. فالدنيا بأمر الله الدنيا سهلة وبسيطة. طيب البلان بتاعتنا تمشي إزاي؟ إن شاء الله بإذن الله نخلص درس نحل عليه من 30 سؤال ل 40 سؤال، وزي ما أنا متفق كده مع ثالثة ثانوي ان شاء الله باذن الله في الامكانيه ان انا اخش لايف معاكم ونخش ونحل، بس ده مش هيحصل قبل ان شاء الله باذن الله ما يكون في عدد الى حد ما في القناه يبقى كويس، ويبقى عدد موجود في اللايفات. طبعا القناه دي جديده لسه، فطبيعي العدد اللي فيها قليل بامر الله. مع الوقت الدنيا ان شاء الله باذن الله تمشي. فانا بس برجو من اللي يخش يشوف الفيديو، لو الفيديو عجبك بتشترك في القناة زي ما الناس ما بتقول. يعني أنا والله مش بعمل دعاية للقناة ولا حاجة، بس في الآخر إحنا كلنا بنكمل بعض. زي ما هنفهم النهاردة كده إني أنت محتاجني وأنا محتاجك، ده محتاج ده وده محتاج، سبحان الله. هي سنة الحياة، ربنا سبحانه وتعالى خلى الحياة عشان تكتمل كلنا بنحتاج لبعضنا، ده وضع طبيعي. فوانس إن شاء الله بإذن الله يبقى في عدد كويس نقدر إن إحنا نعمل لايفات. طيب من هنا بقى لحد ما يحصل الكلام ده ان شاء الله باذن الله الدنيا تمشي ازاي؟ عادي خالص. بعد كل درس بحل انا 30 40 سؤال، سواء كان على الشاشه السمارت هنا او على الجرافيك تابلت، خلاص، وهرفعه برضو على القناه. اللي هيهتم هيكتب لي في القناه تم، وبعد كده يبعت على الرقم التليفون ده عليه واتس. خلاص ممكن هبقى ان شاء الله باذن الله في اخر الحصه بتاعتنا هكتبه بشكل كبير شويه، بحيث اني يبعت لي بس على الواتس ان انا يعني معاك ان شاء الله في ال الاسئله اللايف. خلاص عشان هنعمل جروب الاولى ثانوي نحدد فيه مواعيد الدخول والبدايه. طيب يلا بينا نسمي الله ونتكل على الله كده وناخد اول درس معانا في العلوم المتكامله. أول درس يا ولاد بنتكلم على المية والغلاف المائي بشكل يعني خصوصي شوي، وده وضع طبيعي. المية هي سر الحياة، فطبيعي لازم نهتم بدراستها، ولازم نعرف إزاي نحافظ عليها. عشان نعمل ده لازم تعرف كل ما يحيط بالمية، كل شيء خاص بالمية. تكوين المية ده ايه؟ المية دي بتيجي ازاي، بتمشي ازاي، منين لفين، الدورة بتاعت المية، الكلام ده كله عشان تقدر تحافظ عليها. وبالذات ان احنا لما هنخش في الدرس دلوقتي ان شاء الله بإذن الله هنعرف قد ايه المية حجمها على الكرة الأرضية قليل، مع ان المية هي اعلى من حوالي يعني 72% من حجم الكرة الأرضية، والباقي يابسة. لكن هنشوف دلوقتي ان المية اللي احنا بنقدر نستغلها، المية العذبة واللي بنقدر نشربها، حاجة بسيطة خالص. هنعرف ان شاء الله النسبة بتاعتها. طيب بداية كنا عايزين وحابين ان احنا نعرف معنى البيئة. ايه هي البيئة؟ البيئة
هي كلمة أو مشتقة من كلمة فرنسية زي ما الكتاب قايل لي كده. الكلمة عبارة عن انفيرو، هي كلمة فرنسية. انفيرو يعني كل ما يحيط بنا. زي ايه يا اولاد؟ زي المية، زي التربة، زي الهواء، الصحراء الواحة، الغابة. كل دي نقدر ان احنا نطلق عليها ايه؟ نطلق عليها بيئة. طبعا كنت انا يعني محضر فيديو، بس هو للاسف حاولت ان انا افتحه قبل المحاضرة قبل التسجيل، لكن يعني واضح ان في مشكلة. مفيش مشكلة. يبقى اذا البيئة كل ما يحيط بنا من اشياء: ميه، صحراء، هواء، اشجار، محيطات، وهكذا. لكن البيئة دي نقدر ان احنا نفرعها او نقسمها لحاجتين: حاجة اسمها عناصر فيزيائية وكيميائية، اي عناصر فيزيائية وكيميائية. دي اول شيء. الحاجة الثانية عناصر بيولوجية. ايه هي يا ترى العناصر الفيزيائية؟ الموضوع سهل خالص، بسط على نفسك الدنيا. ايه العناصر الفيزيائية؟ ال الاجزاء الفيزيائية او العناصر الفيزيائية: حرارة، ضغط، بريجر، هيوميديتي، رطوبة. طيب، والكيميائية كل ما هو عنصر، زي الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون، النيتروجين، الكالسيوم. طيب، العناصر الفيزيائية والكيميائية دي اللي احنا قلناها دي: حرارة، ضغط، رطوبة، تمام، اهو، درجة حرارة، حركة رياح، موجات وتيارات مائية. دي بتشمل ايه؟ تشمل الهواء، وبتشمل المية، تشمل التربة. الهواء، المية، التربة، دي بتسمى ايه يا اولاد؟ مكونات غير حيوية. يبقى ضوء، هواء، ماء، تربة، مكونات غير حيوية. إذن العناصر الفيزيائية والكيميائية دخلوني أو الجزء ده هو خاص بمين؟ خاص بالمكونات الغير حيوية. غير حيوية يعني مش حاجة حية، حاجة ما فيهاش روح مثلا، مش حاجة حية ومتحركة زي الإنسان، زي الحيوان، زي النبات. دي كلها حاجات حيوية. قدرنا نفرق بقى. يبقى إذن الغير حيوي: مية، تربة، هواء. والمية والتربة والهواء وخلافه بتشمل على، لما نيجي ندرس الحاجات دي بندرسها من حيث ايه بقى؟ عناصر فيزيائية وكيميائية. عناصر فيزيائية زي درجة حرارة، حركة رياح، حركة تيارات مائية، ضغط، تمام. الكيميائية بنبدأ ناخد بقى العناصر اللي موجودة في التربة، العناصر الموجودة في الهواء، ونبدأ ندرسهم، زي أكسجين، زي نيتروجين، زي بعض العناصر اللي بنجيبها من التربة، كالسيوم، صوديوم، وهكذا، أملاح معدنية. كل دي تشمل العناصر الايه؟ العناصر الكيميائية. طيب، يبقى بالتالي العناصر الفيزيائية والكيميائية يندرج تحتيها مكونات غير حيوية. زي مين المكونات الغير حيوية؟ زي نقدر نقول مثلا ماء، تربة، هواء، إلخ. دي أول جزئية. طيب، العناصر البيولوجية بقى جاية من جاية من بيولوجي، حاجة حية. كل ما هو حي نقدر نطلق عليه إن هي عناصر بيولوجية. زي إيه؟ زي الحيوانات، زي الإنسان، زي النباتات.
انسان، نباتات، حيوانات، وكمان حاجه حلوه قوي كائنات دقيقه اللي هي الكائنات الميكروسكوبيه اللي مش بنقدر نشوفها بالعين المجرده. يبقى كمان نقدر نحط معاهم الايه؟ الكائنات الدقيقه او الكائنات الميكروسكوبيه زي البكتيريا، زي البراميزيوم، زي وهكذا. طيب يبقى اذا قدرنا ان احنا نقسم البيئه لحاجتين: مكونات غير حيويه ومكونات ايه؟ ومكونات حيويه. المكونات الغير حيويه دي بتندرج، او لما نيجي ندرسها بندرس فيها عناصر فيزيائيه وعناصر كيميائيه. الحاجات الحيويه دي بقى ايه؟ كل ما هو عناصر بيولوجيه نقدر ان احنا ايه ندخلها او ندرسها مع الايه؟ مع كل ما هو حي. يبقى اذا العناصر البيولوجيه دي عباره عن مكونات حيويه. طيب تمام، خلاص. وجينا عرفنا ايه هي العناصر الفيزيائيه والعناصر الكيميائيه. فهنا جاي بيقول لي هنا ان العناصر الكيميائيه برضو من العوامل الغير حيه. صحيح. زي ايه؟ زي الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون، ال H2O اللي هو الميه، تمام، المغنيسيوم، الصوديوم، الكالسيوم. كويس. وبعدين جاي بيقول لي في الاخر القص الهيدروجيني للتربه او الميه. والقص الهيدروجيني هناخده ان شاء الله باذن الله بشكل مفصل، اللي هو بيوضح الماده دي ماده حامضيه ولا ماده قاعديه على حسب القص الهيدروجيني. وهنفهم الكلام ده بس مش هيكون النهارده، هيبقى ان شاء الله باذن الله المحاضره اللي جايه اللي هو الجزء الكيمياء بقى. طيب العناصر البيولوجيه زي ما احنا بنقول النباتات، حيوانات، كائنات محلله اللي هي الكائنات الدقيقه. طيب يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نفرق بين الايه؟ العناصر الفيزيائيه والكيميائيه اللي هي بيتكون منها المكونات الغير حيويه، والعناصر البيولوجيه اللي كل ما هو عنده روح وحي زي الانسان، زي الحيوان، زي الكائنات الايه؟ الدقيقه، زي النباتات. هل المكونات الغير حيويه والمكونات الحيويه منفصلين عن بعض؟ ابدا. انا الانسان اهو لازم استنشق اكسجين اللي هي مكون غير حيوي، لازم اشرب ميه، الحيوان هكذا. فبالتالي بيكون في ترابط. حتى بعد ما بنموت بندفن في التربه، وعن طريق مكون حيوي بندفن في التربه اللي هي غير حيويه، وبعد كده العناصر اللي في جسمنا تبدا تتحلل ويتكون منها التربه. انسان بقى، حيوان، نبات، ايا كان. وبالتالي في ترابط بين المكونات الحيويه وبعضها وبين المكونات الحيويه والغير حيويه. طب المكونات الحيويه وبعضها يعني مثلا الحيوان بياكل النباتات، الانسان بياكل النباتات، يبقى مكون حيوي ما يقدرش يعيش من غير مكون حيوي. احنا مثلا بناكل الابقار والجاموس وهكذا، احنا مكون حيوي، لكن بنعتمد حياتنا على مكونات حيويه اخرى. وفي نفس الوقت حياتنا ايضا تعتمد على مكونات غير حيويه. وده اللي هو هنا بيقولوا بقى، بيقول لك الفرق بينهم باختصار. سيبنا من الفرق بينهم، نقرا بقى الجزء ده بيقول لك ايه بقى. وده اسمه بالكامل كده نظام بيئي. النظام البيئي هو مجتمع من الكائنات الحيه تتفاعل مع بعضها البعض ومع المكونات الغير حيه. يعني مثلا الاسد عشان يعيش بيجري ورا الحمار الوحشي، بيجري ورا الغزاله، ينقض عليهم ياكلهم. لا، بنسميه احنا الافتراس. والافتراس ده على فكره بالمناسبه ده مهم جدا. يعني من غير الافتراس ده يعني ما نقدرش نقول ده الاسد ده وحش، ده فظيع، ده جري ورا الارنب وكله. ده مهم جدا. ده الافتراس. ربنا سبحانه وتعالى جعل الكون متكامل مع بعض. لو في حاجه فيها اختلال هتعمل اختلال في الباقي. وهنفهم الكلام ده. يعني مثلا الغزاله دي بتاكل الحشائش والنباتات. طب لو الاسد ما اكلش الغزلان هتحصل ايه؟ الغزلان هتتكاثر تتكاثر 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 بشكل كبير.
فبالتالي هتاكل كل الحشائش اللي موجوده. مثلا بنضرب مثال بسيط لحد ما ان شاء الله هنفهم القصه دي ان ديتيل وفي وقتها. طب الحشائش خلصت، الغزلان بعد شويه هتموت، ما مش هتلاقي حاجه تاكلها. والاسود بعد شويه هتموت لان هي معتمده على الغزلان. طبعا الموضوع اكثر تعقيدا يعني، بس احنا بنضرب مثال لنفترض ان النظام البيئي ده فيه اسد وغزاله بس، وبالتالي الافتراس ده شيء مهم ايضا. يبقى اذا مكون حيوي بيعتمد على مكون حيوي اخر، لكنه في نفس الوقت بيعتمد ايضا على مكون غير حيوي زي استنشاق الاكسجين، زي شربه للميه، استخدام الهواء. النباتات عشان تعمل عمليه البناء الضوئي محتاجه ايه؟ محتاجه ثاني اكسيد الكربون عشان خاطر تقدر تتم عمليه البناء الضوئي. فاذا المكون حي يعتمد على مكون غير حي، وده اسمه يا اولاد ايه بقى؟ النظام البيئي. مجتمع من الكائنات الحيه تتفاعل مع بعضها البعض ومع المكونات الغير حيه عشان يحصل ايه؟ عشان يحصل تكيف مع الظروف المتغيره. من وقت للتاني الظروف عماله بتتغير، فانت كمكون حي لازم تكيف نفسك على الظروف دي. طيب، وبالتالي نقدر نقول بقى لما نيجي نبص على البيئة بشكل أوسع شوية، احنا قلنا البيئة مياه، تربة، هواء، صحراء، واحة، غابة، يعني تقريبا كل ما هو يشمل كوكب الأرض. طب كوكب الأرض أصلا فيه كام غلاف؟ بيحيطوا 4 أغلفة: الغلاف المائي، الغلاف الجوي، الغلاف الصخري، الغلاف الحيوي. تعالوا نبص كده على غلاف. أول حاجة الغلاف الجوي. الغلاف الجوي بتعتمد طبعا على الهواء المحيط، والطبقة اللي بتحيط بالأرض هي طبعا مجموعة من الطبقات، ومجموعة الطبقات دي فيها غازات زي أكسجين، زي ثاني أكسيد الكربون، زي نيتروجين بنسبة كبيرة. تمام. وبالتالي الأكسجين مثلا بنستخدمه في التنفس. النيتروجين وهنعرف ده شيء مهم جدا بتعتمد عليه النباتات بشكل كبير. تمام. زي ما هو قال لنا هنا بيوفر لنا الهواء اللي بنتنفسه. يعني من غير الهواء اللي موجود، من غير الغلاف الجوي اللي موجود ده، الكائنات كلها هتموت. ده وضع طبيعي. حتى النباتات بتبقى عايزه ثاني اكسيد الكربون عشان تقدر تعمل عمليه البناء الضوئي، وايضا بتتنفس اكسجين. وبالتالي من غير الغلاف الجوي جميع الكائنات مالها خلاص هتموت. طيب ايه كمان؟ بيقول لك بيحمي الارض من اشعه الشمس الضاره طبقه الاوزون. وطبقه الاوزون هي طبقه موجوده من ضمن الطبقات عشان تمتص الغازات، كل ما هو ضار نازل من الشمس. كل ما هو ضار نازل منين؟ من الشمس، ما يخترقهاش. ولذلك لما جم وقالوا طبقة الأوزون يعني حصل فيها فجوة، فده حصل ضرر طبعا على جزء على جزء من الأرض. طبعا هنتكلم على ده إن شاء الله بإذن الله بالتفصيل برضو في وقته. مش عايزين نطول النهاردة، أنا عايز المحاضرة تبقى يعني تخلص كده في أقل من ساعة إن شاء الله بإذن الله، عشان خاطر المرة الجاية لا حصة جديدة، حصة جامدة شوية هنطول فيها أكتر من الحصة بتاعت النهاردة. فمش هتكلم بالتفصيل، هندي عناوين. وهو الدرس الأول على فكرة، هو الدرس الأول كده هو بيتكلم على عناوين كدخلة وكمدخل للمادة. طيب كمان بيقول لك بينظم الحرارة. بينظم الحرارة بتاعت بتاعت الأرض. طيب برضو الكلام ده فيه تفاصيل كتير مش حابب ان احنا نخش فيها النهاردة. طيب ده كان بالنسبة للغلاف الجوي. يبقى الغلاف الجوي وهو مجموعة من الطبقات بتحيط بالأرض عشان تحميها من
بعض الاشعه اللي بتنزل من الشمس، زي مثلا الاشعه الفوق بنفسجيه. تمام؟ الاشعه الفوق بنفسجيه دي لو اخترقت طبقه الاوزون هتعمل احنا لينا سرطانات في الجلد وعمى وقتي، ما فيش تهاون. وبالتالي طبقه الاوزون بتمتص الايه؟ بتمتص مجموعه الاشعه ديت. طيب وحاجات تانية. طيب كمان بيلطف الجو، بينظم ويظبط درجه حراره الايه؟ الارض. كمان نقدر ان احنا نتنفس منه اكسجين، والنباتات تاخد منه ثاني اكسيد الكربون وايه؟ واكسجين. طيب ده بالنسبه للغلاف الجوي. بالنسبه للغلاف الصخري، هو بيقول لي ايه؟ هو الجزء الصلب من الارض، سواء كانت جبال، صخور، قشره ارضيه. طبعا في طبقات ايضا تحت القشره دي، في منطقه الف ومنطقه ب ومنطقه ج، فيها طبقات. كويس؟ زي ما هو بيقول لنا هنا جبال وتربه، والتربه الصلبه فيها معادن وموارد طبيعيه زي حديد وذهب وفحم وبترول، اقدر ان انا اخد منه. فيها مياه جوفيه مثلا. طيب بيأثر على شكل سطح الارض، جبال وديان وصحاري. يبقى اذا هو الجزء الصلب اللي موجود فين؟ اللي موجود على الارض، ده بيسمى الغلاف الايه؟ الغلاف الصخري. برضو بالمناسبة الجليد المية يعد من الغلاف الصخري، لكنه في الكتاب هنا جه وقال ان هو اسمه الغلاف الجليدي بالارض. مفيش مشكلة، يعني هو قال ان في غلاف اخر اسمه هنسميه احنا الغلاف الايه؟ الغلاف الجليدي. طيب لكن بوجه عام الغلاف الصخري كل ما هو صلب على الايه؟ كل ما هو صلب على الارض. حد يقول لي طب ما هو الجليد ده ميه، بس لكنه صلب. لان هنفهم بعد كده ان في غلاف مائي، بس الغلاف المائي كل ما هو سائل فين؟ كل ما هو سائل على الارض، زي المحيطات، زي الانهار، زي البحيرات، وهكذا. يبقى اذا بيقول لي هنا ان كل المياه على الارض، كل المياه الايه؟ السائله. كل المياه الايه؟ السائله على الارض، بحار ومحيطات، انهار. طبعا كلمه جليد دي لا، هو لا تعد، يعني هو اللي كتبها بس للاسف لا تعد من ضمن الغلاف المائي. الجليد ده يعد من الغلاف الصخري، او هنسميه بقى زي ما الكتاب سماه الغلاف الايه؟ الغلاف الجليدي. طبعا هو موجود بكثره جدا على الايه؟ على القطبين. برضو زي ما هو قال مياه جوفيه، مع ان المياه الجوفيه دي تحت الارض. فحد يقول طب ما ده المياه الجوفيه دي تعد من الغلاف الصخري. لا، هقول لك لا، هو ايضا المياه الجوفيه دي اللي موجوده بين الصخور او مترسبه بين الصخور اللي موجوده تحت باطن الارض، دي تعد من المياه الايه؟ من الغلاف الايه؟ من الغلاف المائي. وهنفهم كمان شويه ان الغلاف المائي ده اكتر من 70% من سطح الارض. طيب يجي بقى الغلاف الحيوي او البايوسفير، وهو زي ما بيقولوا هو منطقه الحياه على الارض، نباتات، حيوانات بقى، انسان، كائنات دقيقه، زي ما احنا قلنا الكلام ده. لكن سبحان الله نلاقي ان الاغلفه ايضا في تفاعل ما بينهم. يعني بص بيقول لك هنا الاغلفه الاربعه مش منفصله بل مترابطه، مرتبطين مع بعض. ازاي؟ النبات غلاف حيوي يحتاج لمين؟ يحتاج للميه. طب الميه دي تعد من الغلاف الايه؟ الغلاف المائي اهو. طب ومحتاج ايه كمان؟ ومحتاج هواء، والهواء يعتبر غلاف جوي. وهتزرع النبات فين؟ في التربه، والتربه ده غلاف ايه؟ غلاف صخري. وبالتالي اي خلل في واحد منهم بيأثر على ايه يا اولاد؟ بيأثر على النظام البيئي، او بيأثر على الايه؟ على البيئة. طيب احنا هناخد مين بقى في دول؟ هنبدأ ندرس مين بقى في دول بقى؟ في الدرس الاول هنبدأ ناخد الغلاف الايه؟ الغلاف المائي. هنفوكس عليه بقى شوية. الغلاف المائي طبعا احنا لو بصينا على باقي الكواكب بدأوا يكتشفوا بعض الكواكب اللي فيها جليد وجبال من الجليد، لكن تحديدا
مياه سائله مش هنلاقي زي كوكب الارض اللي ربنا سبحانه وتعالى حبى بيها الايه كوكب الارض. ولذلك بيقول لنا هنا بيقول لنا هنا ايه؟ يتميز كوكب الارض عن بقيه الكواكب الاخرى في النظام الشمسي بايه بقى؟ بوجود الغلاف المائي. صحيح، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الارض هو خلق الارض وعارف ان هو هيخلق فيها مخلوقات اخرى هتعتمد على الميه بشكل رهيب، وبالتالي جعل الميه غلاف موجود في الارض وجعلها النسبه الاكبر اللي موجوده كمان فين؟ اللي موجوده في الارض. وبالتالي هنا فبيقول لك يشير الغلاف المائي الى الماء المتواجد على كوكب الارض، واحنا قلنا الماء السائل اللي موجود على كوكب الارض تحديدا تقريبا حوالي 72 تقريبا 72% من كوكب الارض، والباقي يابس. 72 ايه؟ 72% نلاقيها مياه ايه؟ مياه بالكامل بقى، سواء بقى كانت جليد او سائل بنسبة 72%. طيب فبيقول لي هنا تقريبا 70% مياه. طب المياه دي بتتواجد فين؟ محيطات، بحار، بحيرات. بحيرات بالمناسبة في بحيرات مالحة وفي بحيرات ايه؟ وفي بحيرات عذبة. كويس. قال لك 97% من ال 72% دي، يعني احنا اتفقنا في الاخر ان المياه على كوكب الارض بتكون نسبتها 72%. اهو المياه على كوكب الارض بتكون نسبتها تقريبا 72%. 97% من ال 72 دي بتشمل على مياه مالحة. مياه مالحة اهو بيقول لي الكلام ده اهو، مياه مالحة سائلة بنسبة 97%. يبقى مياه مالحة سائلة متواجدة فين؟ محيطات، بحار، بحيرات ايه؟ بحيرات ملحية. البحيرات زي ما احنا قلنا في بحيرات عذبة وفي بحيرات مالحة. يبقى 97% متواجدة على شكل مياه مالحة سائلة. يبقى احنا اتفقنا ان 97% من نسبة المية اللي موجودة على كوكب الارض، اللي هي النسبة اصلا 72% بالنسبة لكوكب الارض بالكامل، 97% من النسبة دي موجودة على شكل مياه سائلة ولكنها مالحة. ال 3% اللي فاضلة بقى، ال 3% اللي فاضلين اهو 3 ايه؟ 3%. 3% هنقسمها لحاجتين يا اولاد، 2% و1%. نلاقي ان ال 2% دي موجودة في الانهار الجليدية والقطبين. يعني كل ما هو ايه؟ جليدي يبقى دي مياه ايه؟ جليدية. يبقى دي مياه جليدية اهي تتواجد في القمم الجليدية القطبية والانهار الايه؟ الجليدية. اما ال 1% اللي فاضلة بقى دي اللي احنا بنشرب منها، دي بقى الانهار والبحيرات العذبة. يبقى 1% مياه عذبة. قدرتوا تحسوا بالخطر الموجود على سطح الارض؟ خطر ان 1% احنا كبشر لو مش قادرين نحافظ على ال 1% ده، البشر كله، مش البشر وبس، الكائنات الحية بالكامل هتبقى في خطر كبير جدا جدا جدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلى المية موجودة في دائرة مغلقة. هنفهمها كمان شوية. يعني ايه دائرة مغلقة؟ زي التكييف كده. التكييف ده بيطلع لنا هواء ساقع ازاي؟ في مادة من جوه اسمها مادة الفريون. مادة الفريون دي بتمشي في دائرة مغلقة بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية. خلاص؟ وشوية عمليات بقى بتقوم عليها بحيث ان احنا بتسقع الهواء، خلاص، ويضخ هواء للايه؟ في الغرفة، ياخد هواء فريش اير
ياخده يسقعه ويضخه، او يفضل يسقع الايه الهواء اللي موجود في الغرفه. يبقى الفريون، ولذلك بقى يجي يقول لك ايه، والله ده انا كان عندي عطل في التكييف كان خطير جدا النهارده، والراجل جه اخد فلوس كتير قوي. ايه يا عم العطل؟ قال لك كان في تنفيذ في الفريون، فالهواء الساقع اللي طالع من التكييف كان قليل، فجه لحم الايه، لحم الجزء اللي عمل تنفيذ ده وحط فريون تاني، يعني استعوض الفريون اللي كان خرج منه. وبالتالي دائره مغلقه، لو ما فيش تنفيذ هيفضل الفريون ده موجود في الدائره، وهيفضل التكييف يغذينا بايه؟ بهواء ساقع، مش هتكون فيه مشكله. هكذا الميه ربنا سبحانه وتعالى عشان خاطر في علمه هو عارف ان الميه تعتمد الكائنات الحيه عليها بشكل كبير جدا، فخلاها في دائره ايه؟ في دائره مغلقه هنبص عليها دلوقتي. دوره الماء في الطبيعه. اولا سبحان الله، بدايه كده احنا نقدر نشوف الميه في 3 حالات في آن واحد. يعني نقدر نشوفها في حاله صلبه، ونقدر نشوفها في حاله سائله، ونقدر نشوفها كمان في حاله بخار ماء، بخار ماء. يبقى نقدر نشوفها على 3 حالات في وقت واحد. يعني لو رحنا مثلا عند القطب من القطبين، القطب الشمالي وليكن، نقدر ان احنا نشوف جليد، صخور من الجليد، نقدر نشوفها على شكل مياه سائلة، وطبيعي لازم بيحصل بخار ماء. البخار ده مش شرط يحصل عند درجة حرارة عالية على فكرة، بس هي كمية بقى الايفابوريشن او التبخير دي بتعتمد على درجة الحرارة. كان ممكن تبقى درجة حرارة منخفضة جدا ويحصل برضو تبخير للايه؟ تبخير للماء، وهكذا. طيب خلينا نشوف بقى حالة المادة دي اللي هي اسمها المية. يعني المية سبحان الله من المواد اللي تنطبق على حالات المادة الثلاثة: الصلبة، السائلة، الغازية. طبعا بخار المية وده يعتبر غاز، فيندرج تحت مين؟ الغلاف الايه؟ ايوه صح، شاطر، الغلاف الجوي. مع انه هو ميه، بس ما حدش يقول لي ده غلاف مائي. احنا قلنا الغلاف المائي كل ما هو سائل على الارض، لكن بخار الميه ده يعتبر غاز. نقدر ان احنا نحول الميه من حاله لحاله؟ اكيد طبعا. انا لما يبقى عندي ميه سائله، ميه في الحاله السائله، ميه في شويه كوبايه، وعايز اخليها ميه صلبه او جليد، بعمل لها ايه؟ بعمل لها حاجه اسمها ايوه اهو تجمد. بجمدها، اجي احط كوبايه الميه في الفريزر تتجمد. طيب جميل جدا. بعد ما اتجمدت عايز اخليها مره تانية للحاله السائله، اعمل فيها ايه؟ اعمل لها انصهار، ميلتنج. يبقى عمليه ايه؟ عمليه انصهار، بان انا اخليها او اعرضها لدرجه حراره تبقى اعلى. يعني وهي موجوده في الفريزر درجه حراره بالماينس، فدائما بتكون صلبه. طيب عايز احولها بقى للحاله السائله، اطلعها بره في حراره الغرفه، درجه حراره الغرفه اللي هي مثلا 25 26، في الصيف ممكن توصل ل 40 واكتر. فبالتالي كاني انا بصهر ايوه الميه دي. طيب لو العكس، لو انا عندي شويه ميه في كوبايه كويس وعايز اوصلها للحاله الغازيه، اعمل فيها ايه؟ والله ارفع درجه حرارتها، اعمل لها تبخير. شويه ميه كده في حله، ماما قبل ما تيجي تحط الفرخه في الحله بتعمل ايه؟ بتغلي شويه ميه، والميه وهي بتغلي ووصلت لدرجه الغليان بيطلع منها ايه؟ بخار ماء. بخار الماء ده يعد من الغازات، هو غاز، ولذلك زي ما احنا قلنا هو يعتبر من الغلاف الايه؟ من الغلاف الجوي. يبقى انا عملت ايه؟ ايوه عملت تبخير او تبخر. يبقى انا بخرت الميه دي ووصلتها للايه؟ للحاله الغازيه. طيب لو انا عايز ارجعها سائل تاني زي ما انا عملت هنا من الصلب للسائل، عايز بقى ارجع بخار الميه ده
لسائل مره اخرى اعمل له ايه؟ اعمل له تكثف. تكثف يعني ايه؟ يعني والبخار وهو طالع ايوه ابدا احط ايه؟ جسم درجه حرارته اقل من درجه حراره الميه اللي طالعه. ما هو البخار وهو طالع ده درجه حرارته عاليه جدا. نيجي نحط ايدينا كده واحنا بنحط الفرخه او اللحمه، ايدينا من بخار الميه اللي طالع الفظيع ده ايدينا ممكن تتلسع. فلما اجي احط جسم وليكن الجسم ده هو غطا الحل، انا احطه بس كده مجرد بس ما احطه وبخار الميه طالع، فيبدا يحصل له ايه؟ يحصل له تكثف ويرجع مره اخرى ماله؟ للحاله السائل. يبقى اذا سبحان الله الميه بتاخد الثلاث حالات اللي موجوده على سطح الارض، الحاله الصلبه، الحاله الغازيه، الحاله الايه؟ السائله. ونقدر نشوف الثلاث حالات زي ما احنا شفنا هنا على القطبين، نقدر نشوف الثلاث حالات في آن واحد. سبحان الله. طيب ماشي، وبعدين قال لك بقى تعال نبص على دورة المية. دورة المية دي سبحان الله مهمة جدا، ولازم نحافظ عليها بشكل كبير جدا، لأن هي اللي محافظة على نسبة المية ديت 1% دي اللي موجودة على الأرض. طيب تعالوا نبص كده على الجزء ده. هنا بيقول لي إيه؟ تشمل دورة الماء في الطبيعة عدة عمليات، تحصل عليها عدة عمليات. إيه العمليات دي؟ عبارة عن إيه؟ أول حاجة عملية التبخر. طيب عملية التبخر دي بتتكون إزاي؟ من المسطحات المائية، محيطات، أنهار، بحيرات، عذبة، مالحة، بيحصل تبخر. كويس؟ وكمان عمليات بيولوجية. احنا اتفقنا بيولوجي يعني حاجة حية، يبقى كده بقى هيتكلم على ايه بقى؟ هيتكلم على ايه يا مستر؟ يعني حاجة حية زي ايه؟ حيوان، نبات، بالظبط كده، حيوانات، نباتات، انسان. احنا بنساهم في دورة المية في الطبيعة. احنا بنيجي نشرب بق المية، كوباية المية اللي بنشربها، جزء منها بينزل عن طريق البول، وجزء اخر بينزل عن طريق الايه؟ العرق، صح؟ والعرق ده يحصل له ايه؟ تبخر. هكذا النباتات على فكرة، هنفهم في اخر المحاضرة دي النهاردة ان شاء الله. النباتات بتقوم بعملية اسمها عملية النتح، من خلالها المية بتتبخر من على ساق النباتات ومن على اوراق النباتات. يبقى النبات بيشد مية، جزء منها يتبخر وجزء منها يخش في دورات او دورة النبات نفسها. طيب وبعدين اللي بيتبخر ده يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه عملية تكثف، يطلع فوق يتكثف يكون السحب، وبعد كده تسقط الامطار. بعد ما تسقط الامطار جزء منها يتبخر مرة اخرى، وجزء منها يتسرب من خلال مسام التربة والصخور الرسوبية. تاني تنزل اسكندرية والدنيا شتاء بقاله 4 ايام، وبعدين يقف، تلاقي بعد 3-4 ساعات المية ما فيش مية. جزء منها حصل ايه؟ جزء منها نزل في التربة من تحت من خلال مسام التربة، وفضل بقى ينزل بين الصخور وبعضها من تحت باطن الارض، ليكون شيء مهم جدا اسمه المياه الجوفية. وبالتالي المياه الجوفية دي يا اولاد دي من دورة الايه؟ من دورة المية. وجزء اخر بيحصل له ايه؟ يحصل له تبخر. وبالتالي نقدر بقى نشوف الدورة دي بالشكل ده كده. لما نيجي نحب نشوف الدورة بالشكل ده كده، نلاقي ان سبحان الله جزء منها يتبخر، والجزء اللي تبخر يكون السحب، فيحدث سقوط امطار في جزئية اخرى. سقوط الامطار ده جزء منها يتبخر مرة اخرى، جزء منها ينزل ليكون الايه؟ بصوا تكوين الايه؟ المياه الجوفية. كل دي دورة ايه؟ كل دي دورة المية. طيب وبعدين لكن في حيوانات، الحيوانات دي وهي بتتنفس احنا بناخد اكسجين ونطلع ثاني اكسيد الكربون وبخار مية. ده اول شيء بنساهم فيه في الدورة.
يبقى بنطلع شويه بخار ميه واحنا واحنا بنطلع الهواء او بنطلع ثاني اكسيد الكربون. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بول، شويه الميه جزء منها يخش في العمليات اللي بتتم جوه جسم الانسان وبتخرج بشكل اخر بعد كده، وجزء ينزل عن طريق البول دي المياه الزائده، وجزء اخر يطلع عن طريق المسام بتاعه الجلد على شكل عرق ويتم تبخيره بعد كده. هكذا برضو الحيوانات، هكذا النباتات، في عمليه اسمها عمليه اسمها النتح. وبالتالي كوبايه الميه اللي احنا بنشربها دي ممكن اصلا تكون جايه لي من مطر، ممكن تكون جايه لي كانت جليد في حته ثم تحولت الى مياه سائله وجات لي. ليه بقى انا بقول كده؟ عشان اقول لكم يا اولاد ان الميه في حاله حركه مستمره. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الميه جعلها في حاله حركه مستمره، من فوق الجبال لتحت في الارض، تنزل تحت تكون مياه جوفيه، بخار ميه تكون السحب تنزل امطار، دائما في حاله حركه. استفدنا ايه من هنا؟ ان الاملاح المعدنيه وبعض المواد الاخرى والعناصر الغذائيه بتنقل عن طريق الميه. مش عارف هي ضربه معايا الميه ليه، مش عارف، مش يعني جايه معايا الميه عن طريق الميه طبعا، من مكان من مكان لاخر. يعني مش عارف بقى المنتجه يقدروا يشيلوا الاخطاء الكتيره دي ولا مش عارف. خلاص كويس، فخلوها عادي مش مشكله. فزي ما انا اتفقت معاكم، العناصر الغذائيه والاملاح المعدنيه اللي موجوده في الميه بتنقل من مكان لاخر. الميه دي تتاخد من المحيطات، بعض المواد الغذائيه تروح للبحار، وهكذا من مكان لمكان، عشان جميع الكائنات تقدر تستفيد الاشياء اللي موجوده في الميه دي. وبالتالي بقى نلاقي دوره الميه زي ما احنا بنقول ما بين التبخر وما بين التكثف وما بين ان هي تبقى مياه جليد او مياه جاريه. بصوا الحته الحلوه دي، قال لك ايه هنا؟ بص، مياه جاريه تنزل الميه، ايوه، على طبعا الجبل هنا جبل مرتفع جدا، فلما تسقط فيه ميه فوق درجه الحراره منخفضه جدا فيتحول لجليد. بعد شويه الجليد ده يبدا يتحول للحاله السائله، فيبدا ينزل من على الجبل على هيئه مياه جاريه، وينزل مره تحت، مره تانية تحت على على الارض، وهكذا. يبقى اذا دوره المياه قدرنا ان احنا نقسمها في 4 عمليات. اول حاجه عمليه التبخر، عمليه التكثف، عمليه الترسيب. وعمليه الترسيب دي في البدايه اسمها يعني بتساهم في سقوط الامطار، والامطار دي ممكن تبقى ثلج، كويس. وبعدين عمليه تسرب المياه. في فرق بين عمليات الترسيب وعمليه تسرب المياه. تسرب المياه دي بعد ما تنزل بقى على الارض، فبيقول لك هنا من خلال مسام التربه والصخور الرسوبيه تكوين المياه الجوفيه. يبقى اول حاجه عمليات الترسيب. عمليات الترسيب هي سقوط الامطار وتكوين الجليد. طيب عمليه التسرب للمياه، بعد ما الميه بتنزل تبدا تتسرب لباطن الارض وتنزل بين الصخور الرسوبيه اللي موجوده تحت باطن الارض لتكوين لتكوين المياه الجوفيه. فاضل لنا بقى حاجه صغيره خالص، الا وهو النتح في النباتات. يعني احنا عرفنا اهو المياه الجوفيه، عرفنا اتكونت ازاي، عمليات الترسيب وعرفنا ان هي عباره عن سقوط الامطار او السلوج وتكوين السلوج وخلافه. عمليات التكثف، وعمليات التكثف طبعا هو تكثف البخار الميه فوق في السحابه عشان يكون السحب. اما التبخر فمن المسطحات المائيه يحصل عمليات عمليات التبخر. وفهمنا ان احنا حيوانات، نباتات، انسان بيساهم في الدوره دي بشكل ما، سواء كان عن طريق عمليات التنفس او الاخراج. طيب لكن يتبقى جزء اخير اسمه عمليه النتح اللي موجود في النباتات.
تعالوا نبص كده ايه هو النتح او الترانسبيريشن. ايه هي النتح؟ تعالوا نبص كده على النبات. نبص كده يا اولاد على النبات، نلاقي النبات بيتكون من حاجتين، من مش حاجتين طبعا، اكتر من حاجه. خلينا نبص كده. اول حاجه الجذور، المجموع الجذري، المجموع الايه الجذري. ثم بعد ذلك المجموعه الخضراء اللي هو عباره عن الساق، وبعد الساق تطلع منه ايه؟ الاوراق. خلينا نكتفي ب اهي ورقتين كبار وورقتين صغيرين. طيب الساق ده بيسمى نسيج الخشب، في اجزاء فيها تسمى نسيج الايه؟ نسيج الخشب. وايضا اجزاء من الاوراق، فنلاقي مثلا الورقه يعني نسيج الخشب هنعتبره ماشي كده اهو لحد ما وصل لايه؟ للورقه، وبعدين تلاقي متوزع فين؟ في الورقه كده. سبحان الله. طيب تعالوا نبص على الدوره بتاعه النباتات، وازاي النبات ده بيساهم في دوره المياه الطبيعيه بالاف وملايين الاطنان في اليوم من الميه. طبعا النبات بيسحب الميه من باطن الارض عن طريق مين؟ عن طريق الجذور او المجموع الجذري الخاص بالنبات. يبقى مجموعه الجذور اللي هنا تمتص الجذور الماء من التربه. وبعدين يجي الساق بقى. الساق اللي فيه الخشب، هنعتبره بقى حته خشبايه كده. يجي الخشب ده يرفع الميه، يمتص او يسحب الماء لأعلى لحد ما تخش ايه؟ ما تخش على الورقة، تخش على كل خلية في الورقة. تخش على ايه؟ على كل خلية في الورقة. طبعا احنا عارفين ان المكون الحيوي البيلدينج يونت بتاعته او وحدة البناء هي الخلية، اما المكون الغير حيوي فوحدة البناء بتاعته الايه؟ الاتوم او الذرة. فاحنا بنتكلم هنا على النباتات. فالنباتات اصغر وحدة بنائية موجودة فيها تسمى الايه؟ الخلية. طيب الخلية دي عايزة مية ليه؟ عشان تعمل الغذاء بتاعها، عشان تكون الغذاء بتاعها وتكون الطاقة اللي موجودة في النبات، اللي بتنتقل الطاقة دي بعد كده للحيوان والايه؟ والإنسان. ما احنا جزء من الطاقة بتاعتنا اللي موجودة جوه جسمنا بناخدها منين؟ بناخدها من النبات. فبشكل مبدئي بتكون الغذاء بتاعها عن طريق المية والأملاح اللي بتسحبها منين؟ من الجذور. طيب وبعدين طبعا زي ما هو رسمها لنا كده، في هنا ضوء شمس، فبتاخد أشعة الشمس، وفي مادة اسمها مادة الايه؟ الكلوروفيل، المادة الخضراء اللي تبدأ تسحب أشعة الشمس دي وتاخد ثاني أكسيد الكربون مع شوية مية وأملاح وتخش جوه الخلية عشان تكون حاجة اسمها ال ATP. ايه ال ATP ده؟ هي وحدة الايه؟ الانرجي او الطاقة. يبقى تكوين الغذاء بتاعها وبالتالي تكوين الايه؟ الطاقة بتاعتها. طيب يبقى هتاخد المجموعة دي كلها وتكون غذائها اللي هو النشا او الجلوكوز، وبعدين بقى من الجلوكوز تكون ايه؟ الاي تي بي او الطاقة. خلي بالكم بقى العملية دي بتبقى ليها فضلات. العملية دي بتبقى ليها فضلات زي الانسان وزي الحيوان. سبحان الله. تعالوا نبص كده اهو. ادي الخلية الايه؟ الحية للنبات، بتتكون من مجموعة اشياء كتير. انا اخدت صورة يعني سيمبل كده، ما حبيتش ان احنا يعني نخش في الموضوع بتعمق، مش مطلوب مننا، لكن مطلوب مننا نفهم ايه عملية النتح ديت او الترانسبيريشن. الخلية بيتكون حاجة اسمها السيتوبلازم، وده السائل اللي بتعوم فيه الايه؟
العضيات ديت اللي موجوده، او العضي ده اللي موجود فين؟ جوه الخليه، اللي هو الاعضاء اللي موجوده جوه الخليه. وحاجه مهمه تانية اسمه الجدار الخلوي او السيل وول، وحاجه اهم منه اسمه الغشاء الخلوي او البلازما ممبرين. طيب تعالوا نفهم كده السيتوبلازم. خلاص احنا عرفنا ان عشان الخليه تاخد الشكل بتاعها وكانه كده ايه يعني، وتبقى من جوه تبقى فيه مرونه، والاعضاء اللي موجوده جوه تبقى موجوده جوه سائل، ما تبقاش حاجه صلبه وهكذا. الجدار الخلوي ده كانه بوابه الخليه يا اولاد. يبقى ده كانه كده البوابه بتاعت ايه؟ البوابه بتاعت الخليه. فين الجدار الخلوي؟ لما نيجي نبص كده هو الجزء الخارجي من الخليه، هو الجزء الخارجي من الايه؟ من الخليه. ده عباره عن ايه؟ بوابه. واحد بيفتح البوابه وبيقفل البوابه، ملهوش دعوه من اللي داخل ومن اللي خارج. طيب بتخش هنا ميه، يبقى تيجي هنا الميه تخش. كميه الميه بقى كتيره، كميه الميه قليله، ما مش هيفرق معاك. هو الجدار الخلوي ده بيدخل بس، يدخل ويخرج. يتقال له دخل الميه يدخل، يتقال له خرج الميه يخرج. عن طريق مين ده؟ مين بقى اللي بيعمل كده؟ البلازما ممبرين او الغشاء الايه؟ الغشاء الخلوي، اللي هو الجزء الثاني ده اهو. الجزء الثاني ده هو اللي يقول للبوابه افتحي او اقفلي. طيب دخلت الميه واتكونت الغذاء وخلافه. المياه بقى او الميه بقى الزايده عن الحد، يعني بعد ما كونت الغذاء بتاعتها، الخليه دي كونت غذائها وكونت الطاقه بتاعتها وكده. الميه الزايده بقى تعمل فيها ايه؟ تقعد تكونها في حاجه اسمها الفجوه العصاريه. فجوه كبيره اهي تقعد تكون فيها المياه الايه؟ المياه اللي على هيئه فضلات. وبعد كده بعد ما توصل لحد معين، مش عشان ما تنفجرش، يحصل ايه؟ يبدأ يخرج المية ده عن طريق فتحات اسمها الثغور، فتحات ميكروسكوبية اسمها الايه؟ الثغور، اسمها الثغور. دي موجودة في الأوراق وعلى الساق، موجودة في الأوراق وعلى الساق، اسمها الثغور. تخرج منها المياه الايه؟ الزائدة. المياه الزائدة دي بعد شوية جزء منها يتبخر، جزء منها بقى يقع على الارض، ايا كان على قد كميه الايه؟ كميه الميه اللي موجوده. وبالتالي نقدر بقى نقول ان العمليه دي تاني، الجذور هتشد الايه؟ هتشد الميه من باطن الارض. الميه دي طبعا فيها املاح وفيها مكونات غذائيه وهكذا وهكذا وهكذا. الميه دي تمشي عن طريق نسيج الخشب ده لحد الورقه، وتبدا تتوزع على خلايا الايه؟ خلايا الورقه بالكامل، عشان كل خليه تكون الغذاء بتاعها. وبعد ما تكون الغذاء بتاعها تطلع المياه الزائده عن الحد. بعد كده عن طريق بقى الغشاء الخلوي ده يبدا يطلع الميه خلاص، ويدي اوردر للجدار الخلوي افتح البوابه عشان في فضلات دلوقتي خارجه. فالجدار الخلوي يفتح البوابه وتخرج ايه؟ تخرج ميه. نلاقي بقى يا اولاد ايه؟ نلاقي مجموعه كده من الميه مالها موجوده على الايه؟ سبحان الله، على الورق. طبعا كميات الورقه دي، كميات الميه دي، يعني احنا شوف بقى بنتكلم على حجم النباتات اللي موجوده على الارض، طبعا كميه كبيره، فجزء منه طبعا بيتبخر، جزء منه ممكن ينزل على الارض وهكذا. العمليه دي اسمها ايه؟ النتح. يبقى اذا النبات بيساهم في دورة الماء في الطبيعة عن طريق عملية النتح، والحيوان والإنسان عن طريق التنفس والبول والإيه؟ والعرق. طيب زي ما هنا قال لنا اهو أهمية بقى عملية النتح في النبات، إن سبحان الله أولا النتح ده ليه مهمة رهيبة جدا. هما مهمتين بس في واحدة ذو أهمية كبيرة جدا. خلينا ناخد الأول الأقل أهمية، أو مش أقل أهمية، هو طبعا من غيرها ممكن النبات يموت، بس احنا بنقول حاجة ذو أهمية كبيرة، وحاجة تانية سبحان الله طبعا ده من خلق الله وإبداعه سبحانه وتعالى. أول حاجة تنظيم درجة الحرارة. المية دي زي ما العرق كده، لما بنيجي بنعرق في وقت الحرارة فيها شديدة أوي نعرق، فالعرق يعمل إيه؟ تنظيم لدرجة حرارة جسمنا.
عشان يفضل جسمنا محافظ على درجة الحرارة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها، او يعني منظم العمليات الحيوية اللي موجودة جوه جسمنا بدرجة الحرارة ديت. وبالتالي درجة الحرارة بترتفع، فالبني آدم ممكن يتعب لا قدر الله، لو الحالة تبقى حرجة ممكن يتوفى بدرجة حرارة الجسم لو ارتفعت. فبالتالي النتح دي بتساهم في خفض درجة حرارة النبات اللي هو بيمتص أشعة شمس ودايما موجود، مفيش مظلة، يعني مش بيتعمل لنباتات مظلة عشان نحجب عنها الشمس، فبتبقى موجودة متعرضة لأشعة الشمس بشكل كبير جدا، فبالتالي ده بيساهم في ارتفاع درجة الحرارة. النتح ده بقى يعمل خفض درجة الحرارة، دي أول حاجة. الحاجة التانية، لو مفيش نتح يا أولاد، الفجوة العصارية دي هتتملي، ممكن تنفجر فالنبات يموت. دي جزئية. الجزئية التانية، ما انفجرتش والخلية مليانة مية، هل الجذر يقدر يسحب مية من تحت؟ أبدا أبدا والله، ما سبحان الله. يبقى إذن المية دي لازم تخرج عشان نقدر نسحب مية منين؟ مية جديدة من تحت، بتغذية جديدة، بغذاء جديد، بأملاح جديدة موجودة اهو. ولذلك هو بيقول لنا اهو اني خفض درجة حرارة أجزاء النبات، بنخفض درجة الحرارة بتاعة النبات، وفي نفس الوقت نقدر نسحب مية جديدة وأملاح جديدة بعد عملية الإيه؟ بعد عملية النتح. طيب نشوف بقى الجزء الثاني، الإخراج. برضو ما ده اسمه إخراج. عملية النتح دي ده الإخراج. ليه؟ عشان إحنا بنخرج المية الزائدة اللي بنسميها فضلات بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان. تعالوا نبص بقى، في حاجة اسمها الميتوبلازم، التمثيل الغذائي. ايه هو التمثيل الغذائي؟ بيتكون من حاجتين، هناخد احنا حاجة واحدة بس منهم دلوقتي. حاجة اسمها الاموبلازم، اللي هو عملية البناء، ان احنا بنبني البروتينات والفيتامينات اللي موجودة جوه جسمنا اهو، بناء البروتينات والاحماض الامينية اللي موجودة جوه جسمنا. وحاجة مهمة تانية اسمها عملية الهضم. طب بنهدم ايه بقى يا مستر؟ ايه عملية الهضم؟ ليه هضم؟ او اسمه الكاتوبلازم. من خلالها بننتج الاي تي بي، الطاقة. تعالوا نبص كده على الموضوع من البداية. احنا بنستنشق ايه؟ اكسجين. ناخد الاكسجين، اكسجين ينزل من الرئة يوصل للقلب، القلب يضخه مع الدم فيوصل. الدم ده طبعا بيدور في دورة مغلقة في الجسم وبيصل لكل خلية حية موجودة في جسمنا. جميع الأجهزة اللي موجودة دي بتتكون من خلايا، فالخلايا دي بتصل ليها الدم. طيب وبعدين احنا أخذنا أكسجين، الأكسجين يتضخ مع ينزل عن طريق الفم، ينزل على الرئة تدفعه على القلب، القلب يبدأ يدفعه مع الدم في كل أنحاء الجسم. وبعدين أكلنا بقى احنا النهاردة مثلا، ده انا اكلت والله، ده انا واكل حته طبق كشري ما حصلش، شويه مكرونه ورز وعدس ومش ماشي. ها، الرز والعدس والكلام ده ينزل في المعده يحصل له ايه؟ ها، يتهضم، يحصل له تكسير وهضم، يتهضم. وبعدين زي ما هنا بيقول لك اهو، لما الجسم اهو يبدا يعمل عمليه الهضم كويس، يتم انتاج ماده اسمها الجلوكوز او النشا. مع الرز والمكرونه والحاجات دي فيها نشويات، فيها نشا، ماده اسمها الجلوكوز. ماده الجلوكوز دي هي كمان تصل للخليه. يبقى اذا الخليه دلوقتي فيها ماده اسمها الجلوكوز وماده اسمها الايه؟ الاكسجين. يبدا الاكسجين يحرق او يهدم الجلوكوز، يحرق الجلوكوز ده لانتاج حاجه اسمها الايه؟ الاي تي بي اهي، انتاج الطاقه او الاي تي بي. العمليه دي اسمها ايه يا اولاد؟ السلولار ريسبيريشن، التنفس الخلوي. يبقى لما الجسم يكسر الجلوكوز والدهون والبروتونات
بينتج عن طريق عمليه التنفس الخلوي دي او السلولار ريسبيريشن، ينتج ايه؟ ينتج الاي تي بي تاني. يبقى احنا اكلنا شويه اكل النهارده، اتهضم واتكسر وتوزع على خلايا الجسم، في جزء منه اسمه الجلوكوز مع شويه الدهون وشويه البروتونات، واحنا بنستنشق الاكسجين، الاكسجين ده بيصل ايضا للخلايا. يبقى دلوقتي الخليه فيها جلوكوز واشياء اخرى مع اكسجين، الاكسجين ده بيساهم في حرق الايه؟ الجلوكوز وخلافه، لانتاج ايه؟ لانتاج الطاقه اللي احنا من خلالها نبدا نتحرك ونتكلم ونخش على الحمام وننام على السرير وهكذا، والحاجات اللي احنا بنعملها ديت. ماشي، طب وبعدين؟ انتاج الطاقه دي بيتم انتاجها في الخليه. هل الخليه انتجت الطاقه بس؟ لا، بتبقى فيها فضلات بقى. ايه الفضلات؟ ثاني اكسيد الكربون واشياء اخرى. ثاني اكسيد الكربون، يجي بقى ثاني اكسيد الكربون ده والدم بقى وهو راجع تاني، ما رايح على القلب وهو في دوره عشان يروح للقلب وايه ويبدا يتضخ تاني، فهو راجع يقوم واخد الفضلات وينزل بيها على الايه؟ على القلب مره اخرى، فالقلب يرميها على الرئه، فالرئه تطلع بخار الميه وايه؟ وثاني اكسيد الكربون على هيئه فضلات. يبقى احنا ساهمنا في دورة المياه، ان احنا طلعنا بخار المياه اللي هو كان جزء من الفضلات ثاني اكسيد الكربون، وبخار المياه ال H2O كان جزء من الفضلات لانتاج الطاقة او لعملية تسمى عملية التنفس الايه؟ عملية التنفس الخلوي. طيب قال لنا هنا بقى كمان جزء مهم جدا من فضلات الاخراج، طبعا الخاصة بالإنسان والحيوانات، ثاني أكسيد الكربون وبخار المية وفضلات مالها نيتروجينية. طيب يعني حابب بس أعرفك الجزء ده بشكل بسيط خالص. بيقول لك هنا إيه؟ بيتكون إزاي الفضلات النيتروجينية جوه جسم الإنسان أو الحيوان. فبيقول لك لما الجسم بيهضم مجموعة البروتينات اللي موجودة وتتكسر وتتحول لأحماض أمينية، كويس، الجسم ده يبدأ يستخدم البروتينات ديت لإنتاج الإيه؟ لإنتاج جسمه. طب الباقي زي ما هو بيقول لنا اهو، نيتروجين زيادة بتطلع من البروتينات ديت، بتتحول لإيه؟ بتروح للكبد وبتكون على شكل مادة اسمها مادة اليوريا. مادة اليوريا دي لو فضلت موجودة في جسم الإنسان يموت، وبالتالي بتطلع بقى ممكن اليوريا دي زي ما بقول لك اهو، لو في زيادة تدوب في الدم، ولو فضلت في الدم كتير مالها؟ الإنسان يموت. فبالتالي لما بتكون في الدم يقوم الدم يضخها للكبد وتطلع بعد كده عن طريق الايه؟ الكليتين. يبقى سوري، الدم يضخها للكلى وتخرج عن طريق الكليتين مع الايه؟ مع البول. اهي الكليه ترشحها وتخرج مع الايه؟ مع البول. يبقى اذا الفضلات النيتروجينيه دي فضلات مهمه جدا لازم تخرج مع الايه؟ من الجسم. لكن طبعا يهمنا في الجزء ده، طبعا احنا لازم نفهم الكلام ده، ويهمنا الجزء بتاع بخار الميه اللي بيساهم في دوره الحياه. الدرس بتاعنا النهارده يا اولاد خلص، درس بالكامل خلص. يعني المفترض ان شاء الله الحصه اللي جايه نرفع فيديو لحل اسئله كتير قوي 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 موجوده على الدرس الاول ان شاء الله باذن الله. فيعني حاولوا ان شاء الله يكون في تفاعل، مع التفاعل ده بامر الله نقدر ان احنا نخش لايف زي ما احنا اتفقنا، و يعني اللايف هيبقى مفيد شويه لو حد عنده سؤال، لو حد عنده استفسار، غير لما يكون في فيديو قدامك والفيديو ده يعني مجرد ما انت سمعته ممكن يبقى عندك استفسار مش عارف توصله ليه، غير اللايف طبعا. فزي ما احنا قلنا هنخش نعلق نقول تم، اعرف انك انت معايا، وفي نفس الوقت تبعت على الرقم ده، تمام؟ 015 516 3 5 3 2. تبعت لي بس ان انا يا مستر معاك عشان يتم الاضافه في الجروب ان شاء الله باذن الله. وانس ان الجروب ده بقى فيه عدد لا باس به، نقدر ان احنا نعمل
لايف، نتفق على موعد ان شاء الله يكون طبعا فاضي بالنسبه لي. انا عارف ان الموعد ده هيبقى يعني ناس كتيره موجوده معانا فهيبقى فيه اختلاف، فطبعا انا هظبط معاكم الموعد اللي هيقدر بقى يخش يقدر. ممكن نخلي الموعد ده يبقى بالليل شويه بحيث اني بعد ما الناس تخلص دروسها. الله يعينكم، سنه سعيده عليكم ان شاء الله باذن الله، ونشوفكم على خير في المحاضره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.